السلام عليكم ورحمة الله. العادات والتقاليد جزء لا يتجزأ من أي مجتمع، وبتختلف العادات دي من بلد لبلد أو من مدينة لمدينة أو حتى من قرية لقرية. روح اعمل لك كوباية شاي وتعالى كمل الفيديو. أهلا بيكم، أنا زياد أشرف. كل العادات والتقاليد بيبقى لها مغزى أو هدف معين إلا دي. في الربع الأخير من شهر أغسطس من كل سنة بتتحول مدينة فالنسيا الإسبانية لساحة معركة. أكتر من 150 ألف إنسان بيشاركوا في حرب السلاح فيها هو الطماطم، وتعتبر حرب الطماطم من أشهر الاحتفالات الشعبية اللي موجودة في أسبانيا. ولمدة ساعة متواصلة كل المشاركين في الاحتفال بيحدفوا بعض بالطماطم، يعني البلد كلها بتبقى قاعدة في حلة صلصة. سنة 2014 استهلكوا أكتر من 100 طن طماطم. الغجر الرومان عندهم عادة من أكتر العادات الغير قانونية في العالم، وهي لو عجبتك واحدة تقوم خاطفها. والغريب إن العرف ده مقبول جدا عندهم في المجتمع، ولو قدرت تحبسها 3 أيام من غير ما تهرب من عندك تبقى حلال عليك. وطبعا أهل العروسة بيرفضوا الجوازة من المجنون اللي خطف بنتهم من 3 أيام فاتوا. لكن بما إن العرف ده مألوف جدا في المجتمع، بيضطر أهل العروسة والعروسة المسكينة بالموافقة على الجواز. سكان تاناتوراجا عندهم عادة غريبة جدا في الجنازات. الجنازات عندهم مكلفة جدا، وده احيانا بيخلي اهل الميت يحفظوه في كفن مؤقت لحد ما يجهزوا فلوس الجنازة، وده احيانا بياخد سنين. وفي الفترة اللي بين الموت وبين الدفن الفعلي اهل الميت بيخرجوا الجثة من وقت للتاني عشان يعتنوا بيها، زي ان هم يسرحوا شعرها، يغيروا هدومها وما الى ذلك. ولما يجمعوا فلوس الجنازة بيوقفوا الجثة ويمشوها لحد المكان اللي هتدفن فيه. من سنين طويلة قبيلة ستاريما البرازيلية بتمارس عادة من أكتر العادات المؤلمة في العالم. لما الشاب بيوصل سن النضج لازم يعمل شوية مراسم عشان القبيلة تقبله كراجل وسطيهم، وعشان يثبت جدارته لازم يحط ايديه الاتنين في جوانتي مخصوص مليان بجيش من أشرس أنواع النمل الموجودة في العالم. نملة اسمها النملة الرصاصة، وبيرجع تسميتها لأن ألم عضة النملة دي يشبه ألم الرصاصة لما تدخل في جسم الإنسان، وبيقدر ألم عضة النملة دي ب30 ضعف من قرصة النحل. تخيل معايا انك تحط ايدك في الجوانتي ده 10 دقايق متواصلة. ومش بس كده، لازم المسكين ده يعمل للموضوع ده 20 مرة قبل ما تقبل به القبيلة. تعتبر طائفة الأجورس الموجودة في شمال الهند طائفة منشقة من الهندوسية، وبيعبدوا الإله شيفا، وبيسكنوا على ضفاف نهر الجانجي، واللي لسه لحد النهاردة بيمارسوا طقوس غريبة جدا. من عاداتهم في الأكل ان هم بياكلوا أي حاجة مفيش إنسان يقدر يقرب منها، زي الأكل المعفن أو مخلفات الحيوانات أو حتى شرب بول الحيوانات، وكمان أكل لحوم البشر، واللي غالبا بياكلوها في أطباق معمولة من الجماجم البشرية. لكنهم ما بيعملوش جرائم قتل، وبيكتفوا بالجثث اللي بيلاقوها في النهر. في 700 سنة الأخيرة والهنود بيرموا أطفالهم من على سطح معبد ارتفاعه 5 أدوار في مراسم معروفة باسم رمي الأطفال. وبيؤمن الهنود إن الموضوع ده بيجيب الرزق والخير للمولود، وأغلب الأطفال بيكونوا أقل من عمر السنتين. والموضوع بيمشي كالتالي: بيقف الكاهن على سطح المعبد ويهز الطفل، وبعد كده يروح رميه لتحت، وبيكونوا مستنيين تحت شوية ناس واقفين بقماشة كبيرة مفرودة، وأول ما الطفل يلمس القماشة بيهلل الناس الموجودين وينقلوه لبعض لحد ما يودوه لأهله تاني. رغم إن العادة دي ما عادتش مشهورة زي الأول، إلا إن حقوق الطفل بتحاول تمنع العادة دي من سنين ومش عارفة. التعبير عن الزعل والحزن بيختلف من واحد للتاني، في اللي بيعيط وفي اللي بيصرخ وفي اللي بيحب يقعد لوحده. لكن قبيلة داني الموجودة في اندونيسيا الحزن عندهم بياخد شكل تاني تماما. المعاناة عندهم مش بتقف لما حد يموت. المتعارف عليه ان اهل الميت بيقطعوا عقلة من صوابعه كطريقة يعبروا بيها عن حزنهم، لانهم بيعتقدوا ان روح الميت بتفضل في المكان، والعقلة دي لما بتتقطع بتتحرق وتدفن في مكان معين. في اسكتلندا عندهم عادة غريبة جدا بالنسبة للناس اللي على وشك الجواز. الليلة اللي قبل الجواز بيجمع قرايب العروسين عشان يغرقوهم بالعسل الاسود والدقيق والريش، في طقس بيسموه التسويد. والمفروض ان التسويد ده بيجهز العروسين لأي مشاكل او اهانات في حياتهم المستقبلية. والنظرية اللي قايم عليها الفكرة دي ان مفيش حاجة اسوأ من كده تحصل لهم، والمفروض ان ده بيخليهم يعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. الصين واحدة من أقدم الحضارات اللي موجودة على الأرض، وتقاليد كتير انتقلت عندهم من جيل لجيل. وواحد من التقاليد الغريبة اللي موجودة لحد دلوقتي في بعض المناطق إن العريس لازم يشيل العروسة ويمشي بيها على فحم مولع قبل ما يدخلوا بيت الزوجية لأول مرة. والناس اللي بيعملوا العادة دي بيؤمنوا إن ده بيسهل على العروسة الولادة لما تبقى حامل. في جبال التبت بيتعاملوا مع الميتين بطريقة مختلفة شوية عن باقي العالم، وأغلب سكان التبت بيعتنقوا الديانة البوذية، وجزء من عقيدتهم إن الجسم مجرد وعاء، وبمجرد الوفاة الجسم بيفقد قيمته لأن الروح بتكون انتقلت لمكان تاني. فبدل ما يدفنوا الجثة بيقطعوها ويوزعوها على رؤوس الجبال عشان الطيور تخلص الموضوع. بس كده وخلاص خلصنا. لكل اللي وصل هنا انتوا أجدع ناس.